ايوه استاذ احمد، دكتور احمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه سوزان، وكل سنه وانت طيبه وجميع المشاهدين وحضرتك بمناسبه راس السنه الهجريه. وحضرتك طيب، وكل سنه وانت طيب والساده المشاهدين كلهم بخير. وانت بخير يا رب، اللهم امين. ربنا يخليك. يعني نقول بقى ايه التوقعات القادمه للايام القادمه ان شاء الله. تمام. هو الظاهره الفلكيه المميزه القادمه، طبعا كان في حاجات كتير توقعتها، منها بدايه الدخول روسيا سوريا والحد، وبفضل الله حصلت بناء على ظواهر فلكيه. الظاهره الفلكيه اللي هي ظاهره الظلام التام اللي الناس كلها بتتكلم عنها في العالم، وكاله ناسا، اللي هي هتبقى 15 يوم بدايه من 15 نوفمبر الساعه 3 صباحا حتى 4 مساء من 30 نوفمبر. الظاهره دي لها علاقه بتوزيعات كوكبيه معينه، كواكب المشتري والمريخ والزهره في ابراج العذراء والميزان. باختصار كده، الظاهره دي صحيحه وليها علاقه، سيحدث اظلام تام من الشمس بالفعل، ولكن سينير العالم، يعني مش عايز اقول شمس موازيه اخرى، سيحدث ظلام تام ولكن في شمس موازيه اخرى اصطناعيه ليها علاقه باحداث قادمه امتدادا ل اللي هي المعارك الموجوده في الشام وفي المنطقه العربيه الفتره السابقه. فدي ظاهره فلكيه اكيد هتحصل ان شاء الله، اللي هي ظاهره الظلام التام، وليها علاقه باحداث سياسيه واقتصاديه ستحدث في المنطقه ان شاء الله، ولكن احنا بعيدين كمصر والمسلمين بعيدين عن الخطر ده تماما. الحمد لله احنا في اصول الصراع لكن منتصرين ان شاء الله تعالى. بشكر حضرتك دكتور احمد، وطبعا بقول